بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهاردة عن سمك البوري المشوي بالردة في الفرن أو على عين البوتاجاز. أهم حاجة هنعمل تتبيلة جميلة جدا، وفي نفس الوقت كمان أهم حاجة ما يلزقش معاكي وانت بتشويه. ده كده سمكة البوري احنا كده جايبينه. لازم تكوني جايبة حاجة صبحة، تكون العين بتلمع، يكون اللحم بتاعه يكون جامد. لازم كمان القشر بتاعه كده يكون فيه اللمعة بتاعته، وكمان يكون جامد عليه. بجيب السمك بتاعنا اغسله كويس وبفتحه كده، واهم حاجه ان انا هسيب القشر عليه مش هشيله، انا هشويه والقشر فيه بحيث ان هو يحافظ لي على لحم السمك بتاعنا. بالنسبه للخلطه بتاعت السمك هيكون معايا جزر مبشور ناعم، بصله متقطعه قطع صغيره، فلفل رومي مع قرن فلفل حامي متقطع مكعبات صغيره، وكمان معايا حبه من الطماطم مقطعه كده بردك قطع صغيره، وهندي رشة من الكزبرة الخضراء، معلقة من الثوم المفروم ناعم، عصير ليمون، ومعلقة من الخل. هندي رشة من الكمون والكزبرة الناشفة، وهنبتدي نحيق بالملح بتاعنا. هندي تقليبة كويسة لكل الخلطة اللي موجودة معانا دي اللي هنحشي بيها قلب السمك. الخلطة دي بتساعد ان السمك بتاعنا تخلوهولي طري، ما تخلوهوش ناشف. هدي كده في قلب السمكة من جوه، بديها رشة من الملح مع الفلفل الاسود. بعد كده هبتدي ان انا احط كمية من الخلطة في قلب السمك بالطريقة دي. هجيب سمكة تانية برضو واعملها تاني معاكم كده. قلب السمكة اهو، هدي رشة كده من الملح والفلفل الاسود. بعد كده هنحشي بالخلطة بتاعتنا. طبعا الخلطة هنا بتبقى جميلة جدا، كمان ممكن تقدروا تاكلوها وانتوا بتاكلوا السمك بتاعكم بعد ما يستوي. هنكمل بقية الكمية بنفس الطريقة كده. خلاص بقى السمك بتاعنا بعد ما حشيناه بالخلطة بتاعتنا كده بقى جاهز. هبتدي ان انا اجيب صينية واحط فيها معلقة من الزيت، وهبتدي بفرشة كده احاول ان انا المع الصينية كلها كده بمعلقة الزيت. هجيب بقى الردة وابتدي اجيب السمكية وابتدي ان انا ابدرها بالردة. طب هنا القشر هنا ممكن يكون ناشف معاكي شوية، فهبتدي ان انا هجيب الفرشة واعملها بالمية وابتدي ان انا ادهن جسم السمكة بتاعتنا من فوق بحيث انها تكون متندية بالمية. بعد كده هبتدي ان انا اضغط بيها على الردة، وكده هتلتصق معاكي الردة على لحم السمك بتاعنا. انا هنا بحشيها بالقشر بتاعها، لان السمكة البوري بتاعتنا بتبقى حساسة جدا، وانا عايزة بردك استفيد بيها، فانا كده خليت القشر معاها. وكل ده طبعا دي الجلدة كده كده احنا مش محتاجينها. هوريكم كمان شكل السمك بعد ما تشوي هيبقى عامل ازاي. بصوا انا هنا حطيت على صينيتين، انا مش عايزة ازنق الصينية معايا، سواء ان انا هشويها في الفرن او ان انا هشويها على عين البوتاجاز. هنا بقى ببتدي اعمل الدقة اللي انا هسقي بيها السمك بتاعتنا، وهي عبارة عن معلقة من الثوم المفروم ناعم مع رشة من الملح، وبدي رشة من الكزبرة والكمون، وهدي كمان رشة من البابريكا ورشة من الشطة. هنا بقى هكون مسخنة وهدي كمان عصير ليمون، وهندي كمان معلقة من الخل. هيكون عندي بقى كوباية مية سخنة، هبتدي ان انا ازودها على المقادير بتاعة الدقة بتاعتنا. هنديها كده تقليبة كويسة، ودي جاهزة معايا عشان دي اللي هتطعم لي السمك بتاعنا.
هنا هبتدي ان انا احط السمك يا اما في الفرن يا اما على عين البوتاجاز من فوق. انا هنا حطاه على عين البوتاجاز من فوق زي ما انتم شايفين. من وقت للتاني كده ببتدي ان انا ارش كده رشه من الدقه اللي انا عاملاها. اولا الدقه اللي انا عاملاها بسقي بيها السمك ده وانتم شايفينها كده بالطريقه دي بتساعد لي اولا. اول حاجه بتساعد لي ان هي بتطعم لي لحم السمك بتاعنا، وبتخلي ان اللحم بتاعنا يبقى طعمه متنكه بالنكهات بتاعتها. دي اول حاجه. تاني حاجه ان هي بتساعد لي ان ما تخليش في التصاق مع السمكه في قلب الصينيه اللي انا بشوي فيها. يعني بصوا هي دلوقتي السمكه اهي ماسكه شويه في قلب الصينيه. انا لما بحط لها الدقه دي بتبتدي ان هي تساعد على خروج السمكه من غير ما يحصل لها اي تسلخات خالص، ولا نهدر من الجلد ولا اي حاجه خالص. بالراحه كده بحاول ان انا كده اهزها احس ان هي سالكه معايا وهتطلع تتقلب معايا بكل سهوله. وقلنا كمان ان الدقه دي بتساعد في طعم السمك، بتزود لي من نكهه طعم السمك. على فكره السماك بره اللي بيشوي لك السمك بيعمل نفس الطريقه اللي انا بعمل بيها دي بالظبط. بص السمكه اهي بتتحرك معايا بكل سهوله. هحاول ان انا اقلبها هتتقلب معايا اهي بكل سهوله اهي. بصوا شايفين مفيش مشكله خالص. حبيت بردك انها تاخد شويه كده على الجنب ده وارجع اقلبها على الناحيه التانية هتتقلب معاكي بكل سهوله. هي مش هتتلزق معاكي في قلب الصينيه. اهم حاجه ان انا برش الدقه واصبر عليها كده. لو انا حسيت ان هي لازقه شويه اصبر عليها لحد ما تبتدي تخرج معايا بكل سهوله. بصوا اهي هتتقلب معايا بكل سهولة اهي زي ما انتوا شايفين. مفيش حاجة منها اتسلخت ولا في حاجة منها اتهدرت. هسيبها لحد ما تستوي وتاخد معايا لون. هنا انا هبتدي اعمل تكه كده بسيطه عشان نقدر ناكلها تبقى طعمها حلو قوي. هبتدي ان انا احط فلفل رومي متقطع كده قطع صغيره، مع حبه طماطم برضو متقطعه كده قطع صغيره، مع رشه من الكزبره الخضراء. وهبتدي اقلب كل المقادير دي كده كويس مع بعضيهم. دي ميه الدقه اللي انا بعمل بيها السمك المشوي. ببتدي ان انا احط كميه من الدقه على الخلطه اللي انا حطاها وهدم تقليبه ايه كويسه. طبعا هنا كده السمك بتاعي اهو بعد ما انا شويته حطيته في طبق التقديم. دي كده الدقه اللي انا عاملاها مع الخلطه بتاعتي اهي. هبتدي ان انا ارش بقى على السمك كده من فوق. اولا بيساعد لي على طعم السمك، بتديه طعم حلو قوي، بتدي كمان طراوه جميله جدا للسمك. مش قادره اقول لكم فعلا احلى سمك مشوي تقدري ان انتي تاكليه. طبعا مش قادره اقول لكم من اطيب انواع السمك المشوي سمكه البوري. ممكن تقدري تعملي الطريقه دي في اي نوع سمك تاني انت تحبي تعمليه، مش شرط البوري بس. كده زي ما انتم شايفين دي كانت حلقتنا النهارده عن سمكه البوري المشوي اهي. ده كده بعد ما احنا قدمناه في طبق التقديم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم لايك وشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.